السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي فطار مفيد وسريع. انا عندي هنا ده بلح اسمر مفصصاه، وعندي هنا ده عيش مقطعينه كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، عشان يعني ما نهدرش منه كده على قد ما هنعمل ما هناكل. وعندي هنا دي نص معلقه سمنه بقى، زبده اللي موجود عندكم. وعندي هنا قشطه، انا هعمل جزء بالقشطه جزء كده. هنجيب هنا عندي كده السمنه على النار اهي بتسيح. عندي هنا كده اهو السمنه فتحت، نزلنا بالبلح هنسويه بقى كده، نوطي عليه عشان يستوي. وبعد كده هقدمه معاكم بقى، بس لازم ايه نوطي عليه ونسيبه يستوي كده، نسيبه لما يجي خالص. عندي هنا العجوه اهي خلاص اتعملت، في اللي استوى او في لا، عشان ده البلح اللي هو البلح العيش الصغير ده اللي بيبقى منه ناشف مش زي التاني. هنا مش هسيبه يتلسع اكتر من كده، كده تمام قوي. هنعمله بقى في السندوتشات. هنا عندي عبينا البلح، بصوا حطينا هنا ده مع قشطه، ده اسمه ده فطار كده، ده قنبله بقى اللي عايزه بقى تتخن قوي وزياده الوزن وكده. مياكلوش كمان الصبح، ياكلوه بالليل، اللي عايز يتخن ياكل الحاجه دي بالليل. وده هنا كده دي العجوه حطيناها كده، دي من غير قشطه، عملنا بقشطه ومن غير قشطه. فطار سريع، مش هقول خفيف عشان ده مش فطار خفيف، بس هو حاجة مفيدة، ومفيدة للناس اللي عندها أنيميا، ومفيدة مغذية للدم وللأنيميا والحاجات دي. فيا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا جديد، واللي ما اشتركش يشترك في القناة. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.